هذا الطيار كان متهورا بشكل لا يصدق، فقد شرب الفودكا أثناء وجوده على متن الطائرة، وبعد أن انتهى من الشرب اكتشف أن الطائرة قد انحرفت عن مسارها. وعندما هم بالنظر إلى الخريطة كانت الرياح خارج الطائرة قوية جدا لدرجة أن الخريطة حجبت عنه الرؤية، ونتيجة لذلك كادت الطائرة أن تصطدم بالجبل الذي أمامها. بسرعة أمسك الطيار بعصا التحكم وسحبها لأعلى، مما جعل الطائرة ترتفع عمودياً وتتفادى الاصطدام في اللحظة الأخيرة. وبعد أن خرج من المأزق احتفل بشرب زجاجة نبيذ أخرى، لكنه سرعان ما أصبح ثملا. توجه بالطائرة مباشرة نحو معسكر العدو، وعندما أمر القائد الجنود بالاستعداد لإطلاق النار خرج الطيار من الطائرة ليجد نفسه محاطاً بجنود العدو. وعندما اقترب أحد الجنود للتحقق من هويته وجه له الطيار لكمة قوية أسقطته أرضاً، ثم تابع سيره نحو المعسكر وكأنه في غاية الهدوء. قال الطيار إنه جاء ليسلم نفسه، فأمر القائد بتقديم أفخر أنواع النبيذ له. وادعى الطيار أن على متن طائرته مخططات أحدث طائرة مقاتلة، وبمجرد أن عاد إلى الطائرة شغل الرشاشات وبدأ بإطلاق النار على جنود العدو من الجو، فدب الذعر بينهم وسارعوا جميعاً للاستلقاء على الأرض خوفاً من الرصاص.